جريمة ولا أحقر، جريمة تتأفف منها الحيوانات، جريمة حتى الحيوان ما بيرتكبهاش، جريمة هتك عرض أي بنت من بنات الناس، الهجوم على أي بنت من بنات الناس وتقطيع هدومها واغتيال براءتها. اخص على البني ادمين اللي بقى فيهم معرسين كتير. جنايات الجيزة تصدر حكما ضد فلاح، وده مش فلاح، ده ابن كلب حيوان، استدرج طفلة لعشة وتعدى عليها بالوراق. الحكم دوت كان امبارح الثلاث. قضت محكمة جنايات الجيزة الدائرة 31 المنعقدة بمحكمة شبرا الخيمة بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لفلاح. اخص على بلاد الفلاحين اللي بقت مليانة معرسين حتى بينهشوا اعراض بنات صغيرة. اخص لاتهامه بخطف انزم طفلة، البنت على فكرة اسمها مكة، واستدراجها لعشة والتعدي عليها وهتك عرضها. الحكم كان برئاسة المستشار الجليل هاني لويس عبد الملك وعضوية المستشارين صلاح الدين دياب عبد الجواد والمستشار أحمد حسن محمد والمستشار أحمد دعبس وأمانة سر أشرف صلاح ورأفت عبد التواب. اخس بقى دي جريمة يا جدعان. المتهم فلاح عنده 57 سنة، مقيم شارع 40 مركز سنورس الفيوم، في القضية رقم 378 لسنة 2025 جنايات قسم الوراق، والمقيدة برقم 2437 لسنة 25 كل شمال الجيزة، لأنه في يوم 29/4/2025 بدائرة قسم شرطة الوراق بمحافظة الجيزة خطف الطفلة مكة ألف ميم بالتحايل بأن استدرجها وتمكن من الانفراد بها بعيدا عن أعين زاوية والرقباء عليها، واقتادها بداخل إحدى العشش بالأرض الزراعية على النحو المبين بالتحقيقات. وتابع أمر الإحالة أنه قد اقترنت تلك الجناية بالجريمة محل الاتهام التالي، وهي هتك عرض الطفلة مكة ألف ميم بالقوة بأن استغل حداثة سنها وضعف جسدها وأجبرها خلع ملابسها وتعدى عليها بهتك عرضها على النحو المبين بالتحقيقات. اخس يا جدعان على بلاد الفلاحين اللي بقت فيها معرسين ينهشوا اعراض بنات ناس، يقطعوا هدوم بنات ناس ويغتصبوا بنات ناس. حسبي الله